السلام عليكم، مساكم بخير. أنا عودتكم كل جمعة أجيكم فايدة، وإن شاء الله الموضوع هذا يكون فيه فايدة للجميع. هذه واحدة عايشة بالشام تطلقت مرتين في حكم الدولة العباسية. جاء زوجها بيردها فقالت له بروح السوق بشتري لي أغراض تجهز، وإن شاء الله أنا راح أرد. المهم إنها راحت السوق، وهي بالسوق قاعد تشتري الأغراض سمعت تجار القماش يسولفون مع رفيقهم: يا ابن آدم، مرتك كبرت تزوج عليها. قال: وهل أجد مثل أسماء امرأة؟ أسماء اللي هي زوجته. فاستغربت هي، قالت: هذا مو راضي يتزوج عليها وأنا مطلقة مرتين، لازم أعرف أسماء شو تسوي عشان أثبت المرة الثالثة. زاد عروض التجار عليه، واحد قال: أنا زوجك، قال له مشكور. الثاني قال: لك نصف تجارتي، قال له مشكور. الثالث قال: لك تجارتي كلها، هم قال له مشكور. انصدموا. نقز واحد من التجار قال: اتركوه إنه مسحور. نقز الثاني قال: اتركوه إنه خروف. لا تهشر معك. المهم قال: اتركوه هذا مسحور رسمي. المهم والمرة واقفة تسمع، قالت: يعني شكله مو شكل مسحور، خلنا الحقه ودل بيته. لحقته فعلا ودلت البيت. يوم دش بيته انطرته برا لين طلع. يوم طلع طقت المرة الباب، استأذنت المرة ودشت وضيفتها وقالت: عندي لك بشارة، لكن بشرط أن تخبريني ماذا تفعلين. قالت لها: موافقة. وما هي البشارة؟ قالت: البشارة أن زوجك رفض يتزوج عليك قدام الجميع بالسوق وقاعد يمدحك يا أسماء. ضحكت أسماء واستانست. قالت لها يوم بشرتها: اطلبي ما تشائين، أنا غنية. قالت: لا أنا تطلقت مرتين وأبي منك حل إني ما أطلق مرة ثالثة، شو تسوين عشان بسوي نفسك؟ قالت أسماء: عندما يغضب زوجي ويثور أطأطئ رأسي وأصمت ولا أنظر له حتى لا يعتقد أن نظرتي نظرة السخرية، ولا أضع عيني بعينه حتى لا يعتقد أنها نظرة استعطاف أو نظرة سخرية، فالرجل ذكي، إياك أن تضعي عينك بعينه. شوف الأدب. قالت لها: أكملي. بعد ذلك هل تخرجين من الغرفة؟ قالت: إياك أن تخرجي، فقد يعتقد أنك لا تريدين سماعه أو تودين الهروب منه. قالت: عندما يهدأ أستأذنه بالخروج، وقد يسمح أحيانا وأحيانا لا يسمح، لكن إذا سمح لي أخرج بكل هدوء. قالت لها: هل بعد ذلك تهجرين أسبوع أسبوعين؟ قالت: إياك أن تفعلي هذا فيتعود الرجل على فراقك. قالت لها: إذا ماذا تفعلين؟ قالت: أقوم بأعمالي المنزلية، وبعد 4 ساعات 5 ساعات بعد ما يرتاح من الصراخة أقدم له شيء بارد ليشربه. بعد ذلك أتحدث معه بشكل طبيعي ولا كأن شيء صار. هو سيسألك: هل أنت غاضبة؟ وسيتأسف منك ويعتذر، ثم يبدأ بالكلام الجميل. قالت: وهل تصدقينه؟ قالت: كيف لا أصدق زوجي وهو هادئ، أو تريدين أن أصدقه وهو غاضب؟ قالت لها: وكرامتك؟ قالت: كرامتي برضا زوجي عني ورضا الله وصفاء العشرة فيما بيننا، فلا كرامة بين الزوج والزوجة. طلعت المرأة من البيت وردت لزوجها وطبقت نفس كلام أسماء، وسبحان الله ربي وفقها وجابت أحد فرسان الدولة العباسية. خلاصة من هذا الموضوع: لو عندنا نساء يتبعون ما اتبعته أسماء أو رجال يتبعون ما اتبعه زوج أسماء، لما شفنا نسبة الطلاق مرتفعة حيل في الكويت وفي الخليج العربي. أرجو أن ناخذ القصص هذه عظة وعبرة لجميع المتزوجين واللي بيتزوجون.